وبيك اكثر. نتعرفوا عليك. مرحبا بك. اسمك؟ حمد العويني. مرحبا بك. من ولاية؟ من ولاية بن عروس. تحية لك. راد السكن. السنة ربي يعطيها خيره على مستوى الفلاحة، معناها صعبة بأتم معنى الكلمة، سدود ممتلئة. هذا مؤشر أنه الصعبة باش تكون صعبة كبيرة وعنده تأثير على المعيشة إلى غير ذلك. تفضل. بالنسبة للسدود ممتلئة ماهوش صحيح. ثم سواء 68% 58 حسب الدولة، هذا مش احنا كلام نرموا فيه. وفما بقايا كيما جديدة وطبربة والبطان وبرج العامري والمرنقية. ثم الماء نتاع السقوي، ماء السقوي ماء السقوي معناتها واحد ماهوش موجود في السواني. فهمتني؟ ماء السقوي لمدة 3 4 سنين 5 سنين. ثم جفاف معناتها كبير برشا برشا، والجفاف هذا يخلي الناس تبيع الثروة الحيوانية نتاعها. فهمتني؟ في الأعوام السابقة ما يتبيع المحل من الثروة الحيوانية في تونس نقص، سواء أغنام أو أبقار، نقصت لأقصى درجة. لا تقول لي فما عبيد هاو التهريب للجزائر. أخي أنا كي عنده بقرات عايش منهم بالكدا، ليش نبيح فيهم أنا؟ نبيحهم ونقعد راكح؟ ليه تهريب ولا غير تهريب؟ كانت العلف غالي برشا وتبن وقرط وغير، والعلف المركب. فهمتني؟ انت الحليب تو يتباع معناتها للمراكز نتاع التجميع نتاع الحليب ب 1400. ب 1400 يخلص الفلاح، ما يخلص الفلاح الا 1800 او 2000. علميا لازم يكون الاثرة نتاع الحليب لازم تكون الصوم نتاع كيلو وربع نتاع 1000. كيلو وربع نتاع 1000 يجي معناتها واحد، يعني معناتها هكاك تولي معناتها تخلص. الناس باعت البقر نتاعها ونقص الثروه الحيوانيه في تونس، وهذاك علاش راهو غالي العلوش. وصحيح انه تو الفلاح اللي خلى عنده شويه غنم وعنده علوش رابح بكدا بكدا، لكن انت العرض اقل من الطلب. طلب برشا. احنا كنا مثلا واحد يلزمنا 2 ملايين اضحيه في تونس معناتها واحده، ثم برشا يقول لك لا عندنا راهو معناتها ما يكفي. ماهوش صحيح. احنا تقريبا عائلات 2 ملايين عائله. احنا الاضاحي اذا تلقى 1,200,000 راهو بكدا بكدا، و800 منين باش تجي؟ هذاك علاش غالي راهو. صحيح الفلاح معناها مسألة عرض وطلب. حكايه عرض وطلب. احنا الثروه الحيوانيه نتاعنا غير قادره توك باش تلبي الطلب في اللحوم الحمراء. شنو الحل هنا؟ الحل هنا يلزم الدوله ثم عندها تعاون الفلاح. المنح تو ثم الدول الاخرى لا باس عليها صحيح، برا في معناتها الدول الاخرى كيما اوروبا ولا غيرها كذا، حتى في الجزائر ثم منح يعطيه للفلاح. احنا ما ثماش منح للفلاح كبيره. فهمتني؟ هذا هي نقص الثروه الحيوانيه هذا، والخل اللحوم الحمراء تكون غاليه والالبان ناقصه. فهمتني؟ بالنسبه للسدود راهي ناقص 58%. انا قلت لك انا كيما تطبر بجديد البطان كذا 4 سنين ما ثماش ماء، السنه ما راح باش يسيبوا لهم صايبين. فهمتني؟ علاش انت معناتها حتى في الموسم، يعني وسط الموسم بالضبط ما نمشيوش للطماطم تو السنه الطماطم تباعت ب 6000 و 5000. هذيك راهي نتاع بيوت مكيفه، والبيوت مكيفه عمناها دولت عمناها ولا رخيصه الطماطم. الفلاح كي يلقاها رخيصه ولا بطل ما زرعش، السنه جات غاليه، زرع الطماطم معناتها جات غاليه. يعني البيوت مكيفه نقصت اقصى درجه. القطاع الفلاحه في تونس هو قطاع الفلاحه وقطاع هشل الى اقصى درجه، ما هوش الحكومه لا هي به كما ينبغي. شنو الحل؟ حل لازم دعم للفلاح. اذا والدوله زاد عندها اراضي دوليه، اذا يرجعوا معناتها وحده ويعملوا الاغنام كما كانوا بكري، فهمتني، والابقار، فهمتني، والخضر ينجموا يعدلوا به، ينجموا معناتها الدوله ترجع تخدم الاراضي الدوليه. دواوين اللي كانت بكري موجوده، عندنا بكري كان ثم ضيعت تسمى الغديره الحمراء في طريق طبربه ما بين طبربه وجديده، فهمتني، على طريق حماد. هذه كانت فيها 5000 بقره يا معلم. مشاو بعد عطاوها كراوها الخواص في عهد زين العابدين علي، كراوها للخواص وتنحى البقر تنحى كل شيء. هذه ضيعه واحده 5000 بقره. لازم كل معناتها 5000 بقره 5000 بقره الغديره الحمراء. شو عملوا لها؟ معناتها باعوا، معناتها ما عادش ماشي، ما عادش رابحين وكل شيء، وهم رابحين ما يجمعهم. ما نجمش ندخل لك، انا نقول لك ما عنديش يعني وثائق. علاش انت الاراضي الدوليه خسرت؟ كانوا يربيوا الاغنام والابقار مثلا لحوم حمراء، يعملوا حتى الخضر يعدلوا بها السوق، فهمتني، خسرت كل الاراضي الدوليه كلها. فعاجزين نحكيك راهو فات.
فهمتني؟ وبعد كراوها الخواص. دونك ضروره المحافظه على الثروه الحيوانيه هكا. طبعا تدعيم في العلف وتدعيم حتى في الابقار. وانت يا ربي ان شاء الله يحفظ تونس، وان شاء الله الدوله تتلهى بالفلاح.